ففي ناس كتيرة بتقولك لو فعلت الوضع التجريبي في تليفونك، لو نسبة الشحن فيه 1%، هتوصل معاك 100% من ضغطة واحدة. نيجي بقى للسؤال الرابع واللي أنا عملت الفيديو مخصوص عشانه، والسؤال بيقول: ايه هي الطريقة اللي هتحل المشكلة افضل من الوضع التجريبي، واللي هتخلي تليفونك لو نسبة الشحن فيه 1% مش هيفصل منك؟ السلام عليكم ورحمة الله، اهلا وسهلا متابعين قناة تركاية في فيديو جديد. المشكلة اللي هنتكلم عليها النهاردة معظم مستخدمي التليفونات بيعانوا منها، وهي ان البطارية بتخلص شحن بسرعة. معروف ان البطارية اضعف قطعة في التليفون، وعلى الرغم من التقدم الفظيع في تكنولوجيا الهواتف لا زالت توجد مشكلة في صناعة البطاريات. وكل ما كان التليفون امكانياته اعلى كل ما زاد الضغط في استهلاك البطارية. وعشان كده في ناس كتيرة بدأت تبحث عن حلول تساعدها ان البطارية ما تخلصش شحن بسرعة وتدوم فترة أطول. فيما يتعلق بالجزئية دي تحديدا، الموضوع ده شرحناه في فيديو سابق قبل كده، هيظهر معاك في الايفون، وهسيب لك رابط الفيديو في الوصف. واتكلمت فيه عن 5 خطوات لو نفذتهم في تليفونك البطارية هتدوم معاك فترة أطول، وكمان هتحافظ عليها. لكن موضوعنا الأساسي اللي هنتكلم فيه النهاردة، إنك أنت لو في مشوار ومش واخد معاك الشاحن، وتليفونك نسبة الشحن فيه ضعيفة جدا، وخلاص هيفصل منك شحن وانت مش عايزه يفصل وكمان عايز تستخدمه. ففي ناس كتيرة بتقولك لو فعلت الوضع التجريبي في تليفونك، لو نسبة الشحن فيه 1%، هتوصل معاك 100% من ضغطة واحدة. فالسؤال هنا: هل فعلا الوضع التجريبي بيخلي نسبة الشحن توصل ل100% حتى لو كانت نسبة الشحن في تليفونك ضعيفة؟ وهل لو فعلت الوضع التجريبي في تليفوني مش هيفصل مني شحن وأقدر أستخدمه عادي؟ وهل لو فعلت الوضع التجريبي في تليفوني هيضر بالبطارية أو التليفون؟ وإيه هي الطريقة اللي مكتوبة في عنوان الفيديو واللي هتحل المشكلة أفضل من الوضع التجريبي؟ الأسئلة دي كلها هنجاوب عليها ونشرحها في الفيديو بالتفصيل، فتابع الفيديو للنهاية. في البداية أحب أنوه إن دايما بكون حريص في نقل المعلومة لحضرتك بكل أمانة ومصداقية، وده لسببين. السبب الأول إن نقل المعلومة للغير أمانة، ودي دايما بذكر بيها نفسي وبأي حد إن يكون أمين وصادق ويتأكد من المعلومة كويس قبل ما يقولها لحد. والسبب التاني إن بحافظ دايما على ثقة متابعيني، وإن كلمة شكرا اللي بتتكتب لي في التعليقات بالنسبة لي بالدنيا وما فيها. فياريت تدعم الفيديو بلايك عشان يوصل لناس كتير، وعشان تشجعني إني أستمر وأقدم المزيد. ونرجع لموضوعنا الأساسي، وهنجاوب على السؤال الأول اللي بيقول: هل فعلا الوضع التجريبي بيخلي نسبة الشحن توصل 100% حتى لو كانت نسبة الشحن في التليفون ضعيفة؟ والإجابة على السؤال ده: فعلا الوضع التجريبي لو فعلته في تليفونك هيخلي نسبة الشحن في البطارية توصل ل100%. مش بس كده، كمان هيخلي الشرط بتاعت شبكة الاتصال مكتملة على الآخر. طب إزاي نفعل الوضع التجريبي في تليفوننا؟ مبدئيا كده اي تليفون اندرويد فيه خاصية الوضع التجريبي، والخاصية دي موجودة في التليفون في مكان اسمه خيارات المطور. فلو معرفتش تنفذ الخطوات او لقيت الخطوات مختلفة على تليفونك، اكتب لي في التعليقات نوع تليفونك وانا هساعدك انك تفعل الوضع التجريبي. فاحنا معانا التليفون ده هننفذ عليه الخطوات بتاعتنا. هنروح على الضغط وننزل تحت ونضغط على حول الهاتف، بعد كده نضغط على معلومات البرنامج ونضغط على رقم الإصدار 5 ضغطات ورا بعض عشان نفعل الوضع التجريبي، وهيظهر معانا النمط. بعد كده نرجع خطوة لورا ونضغط على خيارات المطور ونبحث عن الوضع التجريبي. ممكن نضغط على علامة البحث اللي فوق وتكتب الوضع التجريبي. الوضع التجريبي هيظهر معاك، نضغط عليه هيوصلنا للوضع التجريبي. هنضغط عليه ونختاره، وهنا هنفعل الاختيار الأول. عايزك تلاحظ هنا نسبة الشحن في البطارية حاليا هي 75%. هنعمل بعد كده عرض للوضع التجريبي، وهنا زي ما ظاهر أمامنا بمجرد تفعيل الوضع التجريبي نسبة الشحن في البطارية وصلت ل100%. وبكده عرفنا إن فعلا لو فعلت الوضع التجريبي في التليفون نسبة الشحن هتوصل ل100%. ونيجي بقى للسؤال التاني وهو السؤال الأهم، والسؤال بيقول: هل لو فعلت الوضع التجريبي في تليفوني مش هيفصل مني شحن وأقدر أستخدمه عادي؟ الإجابة على السؤال ده: للأسف تليفونك هيفصل شحن، والوضع التجريبي مش هيفيدك بأي حاجة.
كمان المؤشرات اللي بيظهرها الوضع التجريبي في شاشة تليفونك زي نسبة شحن البطارية اللي هي 100%، أو اكتمال شرط إشارة الاتصال، المؤشرات دي كلها غير حقيقية ومزيفة ولا تمت للواقع بصلة. طب إيه هي لازمة الوضع التجريبي في التليفون؟ وإيه الحكمة إنه بيظهر مؤشرات غير حقيقية على شاشة التليفون؟ الكلام ده شرحناه بالتفصيل في فيديو سابق هيظهر معاك في الايفون، وهسيب لك رابط الفيديو في الوصف. نيجي للسؤال الثالث اللي بيقول: هل لو فعلت الوضع التجريبي في تليفوني هيضر بالبطارية او التليفون؟ والإجابة على السؤال ده قولا واحدا: مفيش أي ضرر من استخدام الوضع التجريبي في التليفون، ومش هيأثر على البطارية ومش هيأثر على التليفون في أي حاجة. نيجي بقى للسؤال الرابع واللي أنا عملت الفيديو مخصوص عشانه، والسؤال بيقول: إيه هي الطريقة اللي هتحل المشكلة أفضل من الوضع التجريبي، واللي هتخلي تليفونك لو نسبة الشحن فيه 1% مش هيفصل منك؟ الطريقة دي عبارة عن خاصية موجودة في معظم هواتف الأندرويد، ولو مش موجودة الخاصية في تليفونك اكتب لي في التعليقات نوع التليفون وأنا هقولك إزاي تفعلها. فكرة الطريقة دي إنها بتفعل مجموعة من الاختيارات في تليفونك، واللي بتوقف كل الحاجات اللي بتستهلك من شحن البطارية، وبتسيب الحاجات الأساسية بس، بحيث البطارية تستمر فترة أطول. وتعالى أثبت لك الكلام ده بشكل عملي. هنروح على الضبط، ومنها إلى البطارية والعناية بالجهاز، ونضغط على البطارية. وهنا عايزك تلاحظ نسبة الشحن في البطارية، وزي ما ظاهر أمامنا 85%، والنسبة دي هتخلي البطارية تستمر وتدوم لغاية يوم و3 ساعات. وهنا هنبدأ ننفذ الطريقة بتاعتنا وهنشوف ايه اللي هيحصل. هنضغط على البطارية ومنها توفير الطاقة، بعد كده نفعل الاختيار ده، ونرجع خطوة لورا ونبدأ نفعل اختيار توفير الطاقة. وهنا هنلاحظ ان التليفون نفذ مجموعة من الاجراءات الخاصة بتوفير الطاقة، وخلى التليفون بنفس نسبة الشحن. بدل ما كان هيستمر لغاية يوم و3 ساعات، لا ده هيستمر لغاية 4 ايام و14 ساعة. طبعا الطريقة دي هنلجأ ليها في حالة الطوارئ بس، او انك تكون في مشوار بعيد ومش عايز التليفون يفصل منك شحن. وبكده وصلنا للنهاية. لو عجبك الفيديو ياريت تدعمنا بلايك واشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.